لا تشكل الناس جرحا أنت صاحبه، أو لا تشكل الناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم أو الألم. أنا بالحالتين مو ويا هذا البيت الشعري. ليش؟ لأن أنت من تشكو، من تفضفض، من تطلع الهم اللي بقلبك راح ترتاح، ومو شرط كل الموجودين ما راح يتفاعلون وياك، مو شرط أي واحد راح تحكي له ما راح يكون هو الحضن الدافي والصدر الواسع اللي يسمعك، واحتمال ينطيك من خبرته، ينطيك من الكلام الجميل يعني اللطيف اللي يريح قلبك. فهي الشكوى مو دائما مو زينة. يعني من يقول لك لا تشكل الناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به الألم. هو أنا يعني إلا أخلي الآخر يتألم، إلا أخلي الآخر يكون يعيش بحالتي نفس حالتي؟ لا، أنا أحكي له، أسولف له، يسمعني. هسه بس على الأقل إنه أنا من حكيت نص الهموم راحت، بس حكيتها. الفضفضة سلاح، يعني مثل شو أقول لكم، مثل التنفس. يعني أكو واحد يقدر يعيش بدون تنفس، الفضفضة هي تنفس. فأي واحد تشوفونه يسمع ويكون وياك نفس قلبك ونفس روحيتك، فضفض له، لا تخلي بقلبك أي شيء. لأن أنت مثل الغيمة إذا ما نزلت المطر شو تسوي؟ راح تنفجر. فالفضفضة هي سلاح للمهمومين. تحياتي.